وانت فاتح المحتوى الرائج في اليوتيوب اكيد شفت حماتي اتعاركت معايا واتخانقنا، خلفت باركولي ويومي كان عامل ازاي، خناقاتي مع زوجي وبعد كده اتصالحنا. فيديوهات كتير من نفس النوعيه دي وجايبه مشاهدات بالهبل، وكل يوم بتنزل في الشارع بتسمع مهرجانات في كل مكان. ده غير ان طريقه كلام الاطفال اتغيرت تماما، وبتسال نفسك اكيد سؤال مهم: هو ايه اللي حصل؟ هو الذوق العام ليه بقى كده؟ ليه كل الفيديوهات دي بتجيب مشاهدات اسطوريه بالطريقه دي رغم انها حاجه ما ينفعش انها تنزل؟ ليه المهرجانات بقت هي الاغاني السيئه دلوقتي واي حد في اي طبقه بيسمعها بصوره طبيعيه جدا في يومه؟ ليه الاطفال بتتكلم بالطريقه دي والكلام بالنسبه لهم بقى طبيعي وعادي؟ اسئله طبيعيه جدا انت بتسالها وانا سالتها قبلك، ولكن السؤال اللي جايلك دلوقتي هو ايه علاقه الكلام ده باللي انا جاي اكلمك فيه؟ بكل بساطه عزيزي المشاهد، فيلم النهارده جاي يجاوب لك على كل الاسئله دي. فيلم النهارده هو الصراع ما بين الاخلاق والقيم قدام المجتمع والسوق اللي هو وصل له. فيلم النهارده هو فيلم الكيف. فحضر كوبايه الشاي الجميله ويلا بينا نبدا. لو انت عزيزي المشاهد مفكر ان فيلم الكيف هو فيلم بيكلمك بس عن المخدرات وتجارتها وقد ايه هي مضره على المجتمع، تحب اقول لك انك بص على الفيلم بزاويه ضيقه جدا، ومحتاج تفتح الزاويه وتتفرج على الفيلم من فوق، لان الفيلم بيتكلم عن حاجات اكبر من كده بكتير واوسع واشمل حاجات كتير جدا موجوده في المجتمع. في بدايه تعالى نتكلم ان فيلم الكيف هو تاني افلام الرباعيه الاخلاقيه اللي عملها المخرج علي عبد الخالق مع المؤلف محمود ابو زيد. افلام الرباعيه الاخلاقيه اللي ابتدت بفيلم العار، بعد كده الكيف، ودخلنا بعديها على جري الوحوش، وانتهينا بفيلم البيضه والحجر اللي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت. فيلم الكيف خرج لنا في سنه 85، ولكن الفيلم غريب شويه، غريب لانك لو شفته في الثمانينات هتحس ان هو بيتكلم عن العصر اللي انت موجود فيه، ولو شفته في التسعينات برضه هتحس ان هو بيتكلم عن العصر اللي انت موجود فيه، وطبعا لو شفته النهارده هتشوف برضه ان هو بيتكلم عن اليوم اللي انت موجود فيه. الفيلم من طريقه افلام بالبلاك كوميدي، يعني كوميديا بتتكلم عن مأساة ولكن ما بتخليكش تعيط، كوميديا بتخليك تضحك على المأساة اللي انت موجود فيها، كوميديا بتعرفك المشكله ولكن بتخليك تضحك وتمر باليوم عادي جدا، ولكن عمرك ما تنسى الفيلم وكفايه كده كلام مقدمه ويلا بقى نبدا في الكلام عن الفيلم. كعادة علي عبد الخالق ومحمود ابو زيد في بدايه افلامهم لازما على طول يبدا في الفكره ويصدمك على طول بيها، والفكره هنا هي الصراع ما بين المجتمع والسوق اللي هو موجود فيه وما بين الاخلاق. والبدايه بدات بمشهد في الاسم ليه جمال ابو العزم او الملقب بمزاجنجي طول الفيلم. مشهد بيجيب لك البطل السيء او ممكن تسميه المجتمع السيء، لان مزاجنجي هنا بيمثل المجتمع اللي وصل لمرحله سيئه جدا. المجتمع اللي لو بصيت في ماضيه اللي هو ماضي مزاجنجي هتلاقي ان هو كان بيدرس في كليه الحقوق ولكنه ما كملش فيها واتجه للآلاتية والمزيكا، والمشهد ده بكل اللي حصل فيه ما هو الا فرش عشان اعرفك على البطل الخير المقاوم، او الشخص اللي بيحاول ان هو ما ينجرفش مع الواقع اللي موجود حواليه، الشخص اللي بيحاول ان هو يحافظ على القيم والاخلاق وما ينجرفش مع الواقع بكل المساوئ اللي موجوده فيه. الشخص ده هو اخوه الممثل يحيى الفخراني اللي قايم بدور صلاح ابو العزم، كيميائي بيحاول ان هو يعيش حياه بسيطه ويربي فيها ابنه تحت المقدره الماليه الضعيفه جدا اللي هو عايش فيها، ويمسك بقى في المقدره الماليه دي لانها حاجه مهمه هنيجي ليها بعدين. المهم بيروح صلاح وبيخرج مزاجنجي من الاسم، ومن هنا بقى بتبدا حوارات محمود ابو زيد اللي لازما تكون موجوده في كل افلامه عشان تفهمك الفكره اللي انا جاي اتكلم عنها. والفكره هنا هي الصراع زي ما قلت لك ما بين المجتمع بكل مساوئه المتمثلين في مزاجنجي والشخص اللي بيقاوم بيحاول ان هو يعيش بالقيم والاخلاق زي صلاح. وبنيجي بقى لاحد مشاهد الايكونيك او الماستر سين زي ما بيقولوا في الافلام المصريه، وهو مشهد التاكسي. والفكره من المشهد هو انه بيبين لك الذوق العام او ايه هي اساسا فكره الكيف اسم الفيلم. الذوق العام متمثل في اغنيه بيلي بيلي بو اللي سواء كان بيسمعها ومعلي صوتها، وصلاح ما كانش عاجباه نهائيا وعايزه يوطي الصوت. وطول ما احنا بنتكلم عن المشهد وماشيين فيه هتلاقي ان ما تمش ذكر كلمه مخدرات نهائيا. الكيف ممكن يكون في اغنيه بيسمعها سواء مش عاجباك انت ولكن في شخص تاني بيتفاعل معاها، والفكره هنا ان شخصيه مزاجنجي متفاعله جدا مع الاغنيه وبتغنيها وشايفه ان هي اغنيه جميله، واسقط ده بقى على الواقع الموجود حوالينا دلوقتي والاغاني اللي انت عمال بتسمعها، رغم ان هي لا موجود فيها مزيكا ولا كلمات ولا اي حاجه، الا ان كل الناس بقت بتسمعها بصوره طبيعيه جدا. وبص على الحوار اللي كاتب محمود ابو زيد ما بين السواق وما بين مزاجنجي اللي بيبين لك طبيعه شعبنا او مجتمعنا. جمله زي دي مثلا: لازم ندوش الدوشه بدوشه ادوش من دوشتها عشان ما تدوشناش. بيبين لك ان احنا بنحاول ان احنا نغطي على اي حاجه موجوده صعبه علينا، بنحاول نمررها عن طريق اي شيء قدامنا عشان الحوار ما يكونش صعب علينا كمجتمع مصري. زي ما بقول لك كده احنا بنحاول نعدي المصايب بالضحك.
وطريقه الحوار المكتوب محمود ابو زيد باين لك معنى كلمه ان الذوق العام بقى فاسد او قليل، او المجتمع بقى بينحدر خطوه بخطوه. وده اللي هتشوفه على مدار الفيلم، واعمل فريز فريم على وش صلاح في بدايه الفيلم دلوقتي وهو مش عاجبه طريقه الكلام ده، عشان هنيجي بعدين وهتشوف التحول اللي هيحصل. يطلع بعد كده على البيت وتسمع في بيت الشعر كتب احمد شوقي، واللي هو مهم جدا واللي تقريبا قايم عليه كل الفيلم: انما الامم والاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. وعلى طول على عبد الخالق ما بيسيبكش تكمل في الجد او في الدراما، لان الفيلم تبعه كوميديا وبينزل على طول على منظر الشيش والجوزه اللي محطوطه عشان يفصلك من الجمله اللي اتقالت. هي موجوده في مخك، ولكن وعايز خليك عايش مع الكوميديا اطول فتره ممكنه. وشوف المشهد دوا باللو انجل وهو جايب لك الكاميرا من ورا الجوزه، وفي صراع ما بين الخير والشر زي ما قلت لك، والحوار الداير ما بين الاخلاق وفساد المجتمع، والمبدا والمنطلق اللي بيتكلم منه مزاجنجي واضح في الصوره قدامك وهو الجوزه. هنا كانت اول مشهد تظهر فيه فكره المخدرات وبدايه الكلام عنها، وان هي كيف المسيطر عليه اللي بيحاول يتخلص منه. طبعا دي اسقاط على حاجات كتير جدا موجوده في المجتمع ومش متمثله بس في المخدرات. بيبدا بعد كده صلاح بيحاول ان هو يبعد اخوه عن سكه المخدرات بان هو بيصنع له خلطه مشابهه لخلطه المخدرات ولكنها ما فيهاش اي ضرر عليه، في محاوله منه بان هو يقنعه بان المخدرات دي ما بتسببش اي حاجه ومجرد دخان، والناس هي اللي عايشه في وهم وسايبين نفسهم ليه. وعلى الجانب الثاني مزاجنجي برضه بيحاول ان هو يقنع صلاح بمبداه، مبدا الفهلوه والكسب السريع، وان الدنيا دلوقتي بقت دنيا الفلوس واللي يقدر يكسب هو اللي بيفوز في الاخر، وانك لو بتعمل حاجه بدون مقابل مادي قوي بالنسبه لك ويفيدك يبقى كده الحاجه دي مالهاش اي 30 لازمه او مالهاش اي قيمه. وبصراحه مبداه هو عنده حق فيه. الكلام اللي قاله له في البلكونه وبعد كده قاله له في المطعم وهم قاعدين وهو بيحاول يقنعه بان الكيف ده وهم هو مش موجود، ولكن الفكره بقى في المبدا اللي بكلمك فيه ده، وهو ان الفلوس هي القوه، هي الحاجه اللي هتخلي صلاح يغير مبداه في الحياه ويغير طبعه او اخلاقه ويخش في سكه مختلفه. ودي نفس الحاجه اللي خلت الناس اللي احنا كنا بنتكلم عنهم في البدايه، الناس اللي بتنزل حياتهم الشخصيه على النت، اول حاجه اللي بتجيب مشاهدات وانت شايفها حاجه فارغه او مستواها الفكري او مستواها الاخلاقي قليل بيدخلوها عشانها الفلوس. الفلوس صديقي العزيز هي اللي بتحرك اي شخص من الطريق اللي هو ماشي فيه لطريق مختلف تماما، وده المبدا اللي لعب بيه مزاجنجي على اخوه عشان يقنعه بان الطريق اللي هو ماشي فيه هو الطريق الصح، وانك لما حاولت انك تدخل ابنك مدرسه كنت مطالب مبلغ مادي كبير ما قدرتش انك توفره، رغم ان انت كيميائي وتعلمت اكتر من 16 سنه او 18 او عدد كبير جدا من السنين وعملت ماجستير وعملت دكتوراه، ولكن رغم كده في الاخر ما قدرتش انك تدخل ابنك مدرسه بمصاريف انت قادر عليها. وبعد ما صلاح عمل الخلطه واداها لاخوه واخوه باعها وقدر ان هو يجيب له فلوس ويوريها له، مبدا صلاح بتقدر تشوف ان هو بيتكسر وبتتغير شخصيته كعاده كل شخصيات محمود ابو زيد او علي عبد الخالق في افلامهم. وده اللي بتشوفه في مشهد صلاح ومراته وابنهم وهو متردد يعلم ابنه ايه بالظبط عشان يواكب الحياه اللي هو عايش فيها. وكالعاده بقى حوارات محمود ابو زيد بتستمر ما بين مزاجنجي وما بين صلاح في محاوله واحد منهم انه يقنع التاني، ولكنك بتشوف بان مزاجنجي مبداه بقى اقوى وبقى هو اللي بيأثر على اخوه بشكل كبير جدا عشان يكسبوا معاه للسكه او الطريق دوت. بعد كده بقى فكره المخدرات وبنروح للذوق العام في الاغاني اللي مزاجنجي عايز ينزلها، وبتشوف مشهد هيموتك من الضحك ما بين مزاجنجي وما بين المؤلف اللي هو جايبه عشان يالف له وبيقول له اغاني فعليا ما تتسمعش او ما حدش يقدر يسمعها. ولكن رغم كده في الزمان اللي احنا فيه دلوقتي دوت في اغاني بتتغنى بالطريقه دي وجايبه مشاهدات اسطوريه وبتتسمع في كل مكان. مشهد على قد ضحكه على قد ما هو بيبين لك فعلا ان الذوق العام عمال ينحدر بصوره احنا مش قادرين نلحقها. وطبعا ظهور واحد من اقوى الاطراف في الفيلم دوت وهو جميل راتب في دور سليم الباز التاجر الكبير، واللي هو ما عندوش اي مشكله بان هو يعمل اي حاجه عشان يكسب، رغم ان الخلطه ما فيهاش اي مشكله او ما فيهاش اي ضرر على الناس، الا ان هو قدر يحولها من شيء مسالم وشيء عادي لشيء سيء جدا مضر جدا للمجتمع. ولكن رغم كده سليم الباز شايف ان الكيف دوت بيفيد الناس ولازما يكون موجود، ووجوده لازما يكون ضروري ومرتبط بالناس، لان المجتمع والناس بطبعهم مغفلين وبيجروا ورا اي حاجه تخلي اليوم يعدي منهم باي شكل من الاشكال. بتشوف حواره مع صلاح في اخر الفيلم وهو بيحكي له على ان هو كان تاجر شاي طبيعي جدا، قرر بس ان هو ينصب ويحط نشاره خشب في الشاي دوت، ولما عمل كده الماركه اللي هو عملها ضربت وسمع جدا في السوق ونجح. وتخيل معايا بقى ان لما النشاره دي غليت وقرر ان هو هيبيع المنتج صافي بدون اي اضافات، بيته اتخرب وفشل والمشروع اتقفل. وجت اهم كلمه قالها صلاح وهي ان انتوا اللي فسدتوا الذوق العام للناس. هم اللي مغفلين ولا انت والغشاشين اللي زيك اللي فسدتوا ذوق؟
عودتهم على الوحش لغايه ما نسيوا طعم الحلو. انتوا خليتوا الناس مش عارفه تفرق ما بين الحلو وما بين الوحش. وزي ما قلت لك لان احنا في فيلم من اخراج علي عبد الخالق وكريم محمود ابو زيد، يبقى لازم الشخصيات تتغير. بنشوف تغير جمال وان هو بيتحول خالص عن شخصيه مزاجنجي، وانه بيسيب المغنى وبيبعد عن الكيف نهائيا. وشخصيه صلاح اللي اتغيرت واتعلمت اللغه زي ما كان بيقول في المشهد، هو بياخد المخدر اللي اداهوله سليم الباز. في مشهد درامي مؤثر جدا بعيد عن الكوميديا، قال صلاح جمله ايقونيه كبيره جدا في محاوله برضه من مزاجنجي بان هو يثبت له العكس، وان هم كانوا بيحاولوا يعملوا خير والصالح للناس، الا ان صلاح رد عليه وقال له الشر في سوء الاراده. ودي فعلا الحقيقه. الاراده ممكن تكون موجوده ولكن سوء الاراده ممكن يودينا في كارثه. يعني ممكن تعمل حاجه تكون من جواك عايز تخليها شيء كويس وتكون فعلا شغال على الا ان الحاجه دي المجتمع ممكن يحولها لشيء سيء جدا يضره اكتر ما يفيده. وفي النهايه بقى بيقفل الفيلم بنفس المشهد اللي ابتدى بيه الفيلم. صلاح اللي كان موجود هو اخوه في تاكسي بيسمعوا اغنيه البيلي بيلي باو، وسواق التاكسي بيقول لهم ان الاغنيه مكيفاه بعد ما كان مش طايقها، وان فكره التعود هي اللي بتخلينا دايما مستقبلين للحاجه وبنسمعها بعد فتره لما نكون كارهينها. قالها برضو سواق تاني راكب مع شخص ما كانتش عاجباه اغنيه مزاجنجي، وقال نفس الديالوج بنفس الشكل. وهنا علي عبد الخالق بيفتح بوايد انجل كبير عشان يبين لك المجتمع ويقول لك بان المجتمع هو السيء وفي نفس الوقت المجتمع هو الحل. ده كان كل كلامي عن فيلم الكيف، واستناني في حلقه جديده. سلام.